أهلا بكم متابعي القناة. نطلب من حضراتكم دعمنا بلايك وتعليق واشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. نعت الأوساط الرياضية أمين سر اتحاد الكرة السابق رئيس لجنة الحكام طارق أحمد الذي وفاة الأجل اليوم بسبب نوبة قلبية. وقال المشرف على مباريات دوري الكرة المميزة حازم محمد علي في تصريحات صحفية أن الراحل كان يعاني مشاكل في القلب وسبق أن أجرى عدة عمليات جراحية وتحسنت حالته، مبينا أن الحالة الصحية لأحمد تدهورت اليوم الأحد ونقل على إثرها ذلك إلى مستشفى الكندي حيث توفي هناك. وكان الراحل طارق أحمد قد شغل عضوية اتحاد الكرة وتولي منصب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السابق، وكان أمينا عاما مساعدا لرئيس الاتحاد السابق وهو حكم دولي سابق يحمل الشارة الدولية انتهت يوم 5. وحزن عليه الجميع بعد وفاته، كان طيب القلب ونعته جميع الأوساط الرياضية بكل حزن وأسى قائلين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، كان طيب القلب، كان يحب جميع أسرته، البقاء لله. أهلا بكم متابعي القناة. نطلب من حضراتكم دعمنا بلايك وتعليق واشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.